النرجسية مش مجرد صفة شخصية، دي اضطراب في أنماط التفكير والسلوك. بيظهر في صورة سيطرة، انتقاد مستمر، وانعدام تعاطف. لما النرجسية تيجي من الزوجة، العلاقة ما بتكونش علاقة شراكة، لكنها بتتحول تدريجيا لنظام من التحكم النفسي وسحب الدعم العاطفي، وتثبيت فكرة إن الزوج دايما هو السبب في كل مشكلة. الخطر هنا إن الإساءة مش واضحة زي العنف الجسدي، لكنها بطيئة متكررة، وبتخلي الطرف الثاني يشك في نفسه ويصدق إنه أقل. النهاردة هنتكلم عن النرجسية عند الزوج، إزاي بتأثر على العلاقة، وإزاي بتسبب آثار نفسية عميقة ممكن تستمر لسنين، والأهم إزاي نقدر نفهمها ونواجهها. أهلا بيكم. الناس متعودة تربط كلمة نرجسي بالراجل المتضخم، ولكن في الحقيقة النساء ممكن يكونوا نرجسيات بنفس القدر، وده بيأثر مش بس على الأزواج لكن على الأولاد اللي بيتربوا وسط علاقة سامة. أول حاجة بتكشف الزوجة النرجسية إنها دايما ضدك. العلاقة الطبيعية بين زوج وزوجة المفروض تقوم على المشاركة، دعم، مساواة، وإحساس إنكم واحد. لكن مع الزوجة النرجسية المعادلة بتتقلب، بدل ما تبقى شريكة بتتحول لخصم. لو خدت قرار مش هتلاقي دعم، وكمان ممكن تلاقي سخرية أو تقليل منك. مفيش علاقة حقيقية، في دايما إحساس إنك واقف لوحدك، وده مش بيجي من فراغ. النرجسية غالبا بتتكون بسبب شعور قديم بعدم أمان في الطفولة، أو احتياج لم يحقق، أو خوف من الرفض. فالنتيجة إنهم يدخلوا علاقاتهم هم شايلين الشك والعداوة حتى تجاه أقرب الناس ليهم. زي مثلا شخص زوجته النرجسية بتسخر من كل قرار بياخده، حتى لما بينجح كانت تلاقي ثغرة تقلل بيها من إنجازه. النتيجة الحتمية من الواقع ده إنه يفقد ثقته في نفسه، وبيبقى متردد ياخد أي خطوة جديدة. تخيل حياتك مع شخص المفروض يكون شريكك، لكنه بقى أول واحد يكسرك. هل دي علاقة متوازنة؟ لا، دي علاقة قائمة على خصومة مستمرة حتى لو مفيش خناق مباشر. وتاني حاجة إنها بتقطع علاقاتك بعيلتك وأصدقائك. واحدة من أخطر أدوات الزوجة النرجسية إنها تعزلك عن أي نظام دعم، لأن وجود أصحاب أو أهل حواليك معناه إن في صوت تاني غير صوتها، وصوتها لازم يفضل هو الوحيد. هتبدأ تنتقد أصحابك، تقولك إنهم بيستغلوك أو تشككك في نواياهم. ولو وافقت على إنك تكون صداقات جديدة، هتختار ناس بمزاجها بحيث تفضل دايما محاصر. النتيجة تلاقي نفسك معزول تدريجيا، النهاردة تبعد عن صديق، بكرة تبعد عن أخ، وبعد فترة تكتشف إنك وحيد تماما، من غير شبكة دعم، من غير حد يديك منظور مختلف، ومن غير فرصة تاخد مسافة صحية عن العلاقة اللي بتستهلكها. العزلة هنا عمرها ما هتكون صدفة، دي خطة للسيطرة. كل ما تبقى وحيد، كل ما بقت هي المصدر الأول والأخير لتقييمك لنفسك، وبالتالي زاد تحكمها فيه. ثالث تصرف للزوجة النرجسية مع زوجها هي علاقة الملكة بالخادم. في العلاقات النرجسية الزوجة بتحط نفسها في موضع الملكة، وانت بتتحول تلقائيا لدور الخادم. كل مواردك، فلوسك، وقتك، قراراتك، حتى حياتك الشخصية بتبقى تحت سيطرتها الكاملة. ممكن تلاقي نفسك مضطر تبرر كل مصروف أو تشرح كل قرار كأنك موظف بيقدم تقرير لمديره، وفي نفس الوقت أي محاولة أنك تستقل أو تاخد خطوة من غير موافقتها تتحول فورا لمشكلة أو اتهام. المعادلة دي بتكسر فكرة الشراكة. بدل ما يكون الزواج علاقة متوازنة قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة، بتتحول لعقد غير معلن من العبودية. ولازم نعرف ان الجواز الطبيعي يساوي شراكة، لكن الجواز النرجسي يساوي عقد عبودية غير معلن. الخطر الأكبر انك تبدأ تتعايش مع الوضع وتصدقه، تبدأ تحس ان من الطبيعي ان حياتك كلها تبقى تحت التدقيق والسيطرة، ومع الوقت بتفقد إحساسك بحقك في الخصوصية أو الاستقلال. لما تتحول العلاقة لنظام ملكة وخادم، فهي مش علاقة صحية ولا متوازنة، دي علاقة مبنية على قوة من طرف واحد وضعف وإلغاء للآخر. ورابع حاجة، غياب المشاعر والتهديد المستمر. من العلامات اللي بتخلي العلاقة مع الزوجة النرجسية مؤلمة إنها شبه خالية من المشاعر. مفيش تعاطف حقيقي، مفيش مشاركة وجدانية. كل محاولة منك إنك تفتح قلبك أو تشرح إحساسك بتتقابل يا إما باستهزاء ويا إما بتجاهل كامل، وكأن كلامك ملوش أي قيمة. ومع الوقت ده بيخلق فراغ عاطفي قاتل، تحس إنك بتتكلم مع جدار، أو كأنك عايش مع حد ما يعرفش يعني إيه تعاطف. ومش بس كده، في سلاح أخطر،
التهديد المستمر بالطلاق أو الانفصال، كل خلاف صغير، كل نقاش بسيط بيتحول لورقة ضغط، ودايما بتقول أنا ممكن أسيبك، أنا ممكن أخلص من العلاقة دي في أي وقت. والنتيجة تعيش حياتك كلها في حالة خوف دائم، خوف إن في يوم من الأيام هتسيبك أو إن بيتك ينهار فجأة. الإحساس ده بيمس الأمان النفسي في العمق، مش ليك بس، وكمان لأبنائك، وبيخليك طول الوقت مهدد حتى لو مفيش أزمة حقيقية بتحصل دلوقتي. العلاقة اللي ما فيهاش تعاطف والمبنية على تهديد مستمر مش بس بتأذيك نفسيا، لكنها بتكسرك من داخلك وبتخليك تفقد إحساسك بالاستقرار والأمان. وخامس حاجة، التعلق الصادم أو رابطة الصدمة. من أخطر الحاجات اللي ممكن تحصل في علاقة نرجسية هو التعلق الصادم. المفارقة العجيبة هنا إن كل ما تتأذي أكتر كل ما تتمسك بالشخص اللي بيأذيك أكتر. إزاي ده بيحصل؟ النرجسي بيبني العلاقة على دورة متكررة، إساءة ثم تصحيح صغير ثم إساءة تانية، مرة يجرحك بكلمة أو سلوك مسيطر، وبعدها فجأة يديك لمحة اهتمام أو كلمة حنان. عقلك وقتها بيفسر الحنان ده إنه دليل حب حقيقي، فتتعلق بيه أكتر. المشكلة إنك بتبقى مدمن على اللحظات القليلة دي حتى لو هي مش بتمثل 5% من العلاقة، لكن دماغ بيربطها بالأمل وبإن ممكن بكرة يبقى أحسن. مع الوقت الألم والحب بيتداخلوا بشكل خطير. تبدأ تسأل نفسك، هل أنا فعلا بحبها؟ ولا أنا متعود على الألم اللي بقى جزء من حياتي؟ وده اللي بيخلي ناس كتير عايشة في علاقات سامة سنين طويلة من غير ما تاخد خطوة للخروج، لأن الرابط النفسي أقوى من المنطق. تفتكر ليه في ناس بتفضل في علاقة بتعذبهم رغم أنهم عارفين أنها مؤذية؟ الجواب ببساطة لأنهم وقعوا في فخ التعلق الصادم، فخ بيخلي الضحية مقتنع أن الهروب مستحيل وأن البقاء هو الحل الوحيد حتى لو الثمن هو راحتها النفسية وحياتها كلها. سادس حاجة بتعملها الزوجة النرجسية، تحويل الماضي لسلاح. من أخطر الحاجات اللي ممكن تواجهها مع الزوجة النرجسية إنها ما بتسيبش ماضيها وراها، بالعكس بتستخدمه كسلاح ضدك. أي تجربة صعبة، أي علاقة فاشلة، أي أزمة قديمة بتتحول دلوقتي لمشكلتك أنت، وكأنك مسؤول عن كل جرح هي شايلاه من الماضي. مع الوقت بيتحول الماضي ده لسلسلة طويلة من المبررات وكلها بترجع عليك باللوم. الموضوع مش بيقف عند الكلام بس، في بعض الحالات تلاقيها تورطك في مواقف مالية أو اجتماعية صعبة، ممكن تدخل في ديون باسمك أو تجرك لمشاكل عائلية ملكش أي دور فيها، لكنها بتبرر ده بأنه تعويض أو عدل عن اللي مرت بيه قبل كده. والنتيجة أنت بتدفع ثمن قصص وأحداث عمرك ما كنت جزء منها. إزاي ماضي شخص تاني يتحول لعقوبة عليك؟ ده بالظبط اللي بيحصل هنا. بدل ما الماضي يفضل مجرد ذكرى أو درس، بيعاد تدويره كسلاح نفسي يومي يخليك دايما في موقف المتهم. المشكلة الحقيقية إنك تبدأ تصدق الرواية دي، تبدأ تشوف نفسك فعلا مسؤول عن تعويضها أو ملزم إنك تصلح جروح قديمة ما تخصكش. ومع الوقت الشعور بالذنب ده يستهلكك ويخليك محاصر مش بس بمشاكل الحاضر لكن كمان بأشباح الماضي. اللي لازم نفهمه هنا إن الماضي مش أداة للوم المستمر في أي علاقة صحية. الشريك بيشاركك قصته عشان يبني معاك ثقة، مش عشان يحول القصة لاتهام دائم. لما يتحول الماضي لسلاح ده عمره ما يكون شراكة، دي علاقة قائمة على تحميلك ما لا يجب أن تتحمله. لو أنت بتسمع الكلام ده وحسيت إنك عايش نفس التجربة أو حتى جزء منها، مهم تعرف إنك مش السبب. الإحساس المستمر إنك غلطان مش حقيقة، ده مجرد سلاح نفسي بيستعمله الشخص النرجسي علشان يسيطر عليك. العلاقات دي صعبة وبتسبب جروح عميقة، بس في نقطة مهمة، الوعي هو أول خطوة للتغيير. أول ما تبدأ تشوف الأنماط دي على حقيقتها هتكتشف إن المشكلة مش فيك، المشكلة في النرجسي. شاركونا التعليقات.